السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. بقالنا كام يوم احنا مش فاهمين، الكهرباء عمالة بتقطع ساعتين متواصلين، بدل ساعة بقت ساعة ونص، بعد كده بقت ساعتين متواصلين. الناس كلها عمالة بتكلم بعضها. طب الكهرباء بتقطع عندك ساعتين ولا أنا لوحدي؟ الناس عمالة بدأت تكتب على الفيسبوك. الناس مش فاهمين الكهرباء بقى بتقطع ساعتين متواصلين ليه؟ دي الحكومة قالت إن احنا 1/9 تقريبا أو من قبل 1/9 مفيش تخفيف احمال. الحراره هتكون خلاص بقت معتدله، مفيش حد هيسحب الكهرباء، لا التكييفات ولا الكهرباء اللي بتتسحب جامد. فاحنا كده مش هنقطع كهرباء خالص من 1/9. والاعلام فضل يهلل لنا وافرحوا وابشروا وتنيلوا واستنينا لحد 1/9. استنينا لحد 1/9 عشان تجيلنا الاخبار اللي امر من اللي احنا عشناه. بعد ما قعدنا نسأل بعض محدش فاهم حاجة، اتفاجئ وانا بقلب كده في الفيس الاقي موقع الوفد ناشر بيان من الحكومة نشراه امبارح. رئاسة الوزراء عملت بيان بتخفيف الأحمال الجديد بقى، اللي هو أسوأ من اللي فات. اللي هو ايه؟ شوفوا بقى الجديد. قررت وزارة الكهرباء والطاقة مد فترة قطع انقطاع التيار الكهربائي إلى ساعتين يوميا بدلا من ساعة. وصدرت تعليمات مجلس الوزراء إلى وزارة الكهرباء بعد فترة التخفيف مد فترة التخفيف إلى ساعتين بدءا من اليوم 13/9. وكان مجلس الوزراء قرر منذ 3 أيام بزيادة وقت التخفيف من ساعة إلى ساعة ونصف، مما أدى إلى حالة استياء شعبي. يعني ساعة ونص والناس كانت متضايقة. وأكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء أننا نتلقى التعليمات لتنفيذها، وليس لنا دخل بزيادة مد القطع أو إلغائها، والأمر متروك لقرار رئيس الوزراء المعتمد على تقرير مشترك بين وزيري المالية والبترول حسب حاجة الشبكة إلى الغاز أو المازوت المشغل لمحطات التوليد. يعني الراجل قالك احنا ملناش دعوة، احنا بيجيلنا التعليمات نقطع الكهرباء الساعة كذا، خففوا من الأحمال من كذا لكذا، ملهمش علاقة، ما بيتدخلوش، أوامر وبتجيلهم هما بينفذوها. القرارات جاية لهم من فوق من رئيس الوزراء بعد ما بيتكلم مع وزير المالية ووزير الكهرباء. طيب تمام. آخر فقرة بقى اللي حرق الدم بجد. وأعرب المصدر عن عدم تفاؤله في الفترة القادمة بخصوص إلغاء قرار تخفيف الأحمال عن مناطق الجمهورية. يعني الراجل بيقولها بصريح العبارة كده إن اللي جاي لنا أسوأ. لما يكون واحد مصدر وبيقول لك في وشك كده إن اللي جاي مش متفائل بيه، أنا بقى كمواطن اللي المفروض إن أنا مستني الحرارة تقل عشان تخفيف الأحمال يتمنع، يقول لك لا ده اللي جاي لسه أسوأ، إحنا ما نعرفش هم هيبطلوا امتى. ده غير ان رئيس الوزراء بيقول لك احنا يمكن نحتاج اكتر من الساعتين اذا لزم الامر. اللي هو ازاي؟ احنا داخلين على شتاء خلاص. يعني انتوا حجتكم في ان الناس بتستهلك الكهرباء في التخفيف في التكييفات وفي المراوح، القصه دي خلاص انتهت. خلاص احنا داخلين على شتاء. اما احنا داخلين على شتاء انتوا ليه بتزودوا للضعف؟ اقسم بالله هي مش ساعتين متواصلين كمان. انا امبارح اتقطعت بعد الساعتين، كانت 5 دقايق، اتقطعت ربع ساعه وجت دقيقتين، واتقطعت ربع ساعه و5 دقايق وبعد اتقطع ربع ساعه كمان. انا تقريبا نص الكهرباء عندي اللمبات فرقعت. انا اللمبات بتروح عامله قفله ومطلعه دخان. افياش الكهرباء عندي ثابت خلاص. انا بحط من كتر ما بشيل الفيشه واحط الفيشه الفيش كلها ثابت. انا يعني خلاص يعني قربت تقع. شد فيشه حط الفيشه، شد الفيشه حط الفيشه. بقالنا دلوقتي شهرين وشويه. وبعدين احنا كنا منتظرين ان الدنيا لما الجو يبقى لطيف شويه خلاص القصه عندنا انتهت. طب الكهرباء دلوقتي لما هتقطعوها في الشتاء العيال هتذاكر ازاي؟ احنا خلاص فاضل كام يوم والمدارس هتشتغل خلاص. العيال اللي هتنزل الصبح دي وبيركبوا اسانسيرات الكهرباء تتقطع عليهم، او راجعين من المدارس الكهرباء تتقطع عليهم، يتحبسوا في الاسانسيرات، راجعين عايزين يقعدوا يذاكروا. في عيال بتفتح المنصات تذاكر منها، المنصات التعليميه، مش بيشتغلوا على النت؟ مش بيذاكروا على النت؟ ولا انتوا بتفكروا ازاي؟
لما تقطعها عني ساعتين يوميا وفي الشتاء وتقول لي احتمال يزيد، ده معناه ايه؟ انتوا قلتوا انتوا حليتوا المشكله، انتوا قلتوا ان انتوا جبتوا مازوت وسولار ب 30 مليون دولار علشان تحلوا لنا المشكله دي، وان فعلا قربت على الانتهاء. فين الحلول اللي انتوا بتقولوا عليها؟ انا نفسي بس الحكومه تصدق مره في قرارات قالوها للناس، وقالوا لهم اصبروا اسبوع، طب 10 ايام، طب استنوا كمان يومين، طب ده احنا والله احنا شكرا ان انتوا اتحملتوا، احنا عارفين ان انتوا تعبتوا معانا، وتفضل الموضوع بتنيمونا وتضحكوا علينا واللي جاي اسوأ. ده معنى ايه يعني؟ فهمونا. زي ما انتوا بتقولوا كده تقولوا لنا ده يومين، لا والله ده اسبوع، ده اسبوعين، طب ده احنا شهر 8 الكهرباء مش هتتقطع، لا والله ده احنا نصها، لا ده احنا انتهاء 8، خلاص احنا بقينا في نص 9، وبتقولوا لنا كمان اللي جاي اكتر وهيتقطع ساعتين او ما يزيد. اللي هو ازاي يعني احنا نكمل ازاي؟ هو النت اللي انتوا بتقطعوه مع الكهرباء ده مش احنا بنشتغل بيه؟ مش في ناس كتير قوي بتشتغل على النت رزقها كله وفلوسها كلها من شغل النت؟ معظم الشغل بقى على النت، المواقع الاخباريه نفسها شغاله على النت. النت ده بيتقطع دلوقتي، يعني انتوا بتفكروا ازاي؟ واحنا عندنا الطاقه اللي بدات تخلص او خلصت خلاص، نعمل ايه؟ بتقطع لي كهرباء، يعني قطعت لي الميه، يعني قطعت لي النت، يعني وقفت لي حياتي. اتحملنا اللي محدش يتحمله في الحراره، موجه حر مولعه، ولا زلنا لحد حالا اهو الموجه عماله بتيجي وبتروح وبتقطع. انا بيتقطع عندي من 3 ل 5 في عز الجو، ما هو يعني محدش يتحمله. اللي جاي اسوأ، يعني هتعملوا لنا ايه تاني؟ احنا هنتحمل ايه اكتر من كده؟ حد يقول لنا يعني موجه الغلاء اللي عماله بتزيد وبتزيد، ارتفاع اسعار الكهرباء والميه والغاز والبلاوي المتلتله، وداخله علينا المدارس بمصاريفها وبلاويها، والناس يعني الناس خلاص مش متحملين. كمان الكهرباء هتقطعوها علينا. انا افتكر ان احنا ايام الاخوان ياما اتريقنا وضحكنا على اي قرار كانوا بياخدوه. كان في وزير الكهرباء ولا رئيس الوزراء بتاعهم ياما البسوا كوتونيل عشان الحراره، طب اقعدوا كلكم في اوضه واحده وشغلوا تكييف، كنا بنتريق. طب شغلوا مروحه واحده، احنا ياما اتريقنا. انتوا بتعملوا ايه دلوقتي؟ انتوا بتعملوا اللي هما كانوا بيعملوه، اللي احنا ياما اتمسخرنا بيهم وضحكنا على اللي كانوا بيعملوه. احنا دلوقتي بقينا ايه؟ ما هو نفس الموضوع. انقطاع الكهرباء دلوقتي ممتد اهو، والله اعلم. انا اول فيديو عملته وقلت الكهرباء بتتقطع، انا ما كنتش متفائله وقلت من الواضح ان احنا هيدخل علينا الشتاء والكهرباء بتتقطع. ما هو نفس الكلام اللي انا قلته اهو بيتحقق. نفسي حد يقول كلمة واحدة، ولا الإعلام اللي عمال ليل ونهار يتكلم ويهلل ويسقف ويقول لك الكهرباء خلاص اتحلت مشكلتها، حد فيهم يطلع دلوقتي يقرا القرار بتاع رئيس الوزراء والبيان اللي اتنشر في الجرايد، حد يطلع كده يتكلم ويقول حد يقول عنده الجراءة بقى ويطلع بعد ما ضحكوا علينا، يطلع ويقول لك أصل وأصل وأصل. ما حدش فتح بقه، ما حدش جاب سيرة خالص القرار ولا البيان ده، ولا حد يعرف أي حاجة عن الموضوع. دي بالصدفة، أقسم بالله الموضوع بالصدفة. قرار نشرته الجرايد، اللي هو الناس لحد حالا اهو الناس عمالين يكتبوا لبعض، هو انت بتاع عندك الكهرباء ساعتين ولا انا لوحدي؟ كل واحد في محافظه. واتضح ان بقت دلوقتي اتعممت الجمهوريه كلها، الجمهوريه كلها بيتقطع فيها الكهرباء ساعتين متواصلين. هتوصل لحد فين؟ الله اعلم. ارحمونا بجد، الموضوع زاد عن حده، ما عادش عندنا، اقسم بالله احنا خلاص بقينا لحد هنا مش قادرين نتحمل. خلاص اللي جاي يعني المفروض تحر، يعني اللي جاي ده تخلوه اسهل، انما تقولوا لنا اللي جاي كمان اصعب، لا كفايه. الموضوع بقى مرار للحلق كده، مش قادرين خلاص، مش عارفين نبلع رقنا، تعبنا خلاص. شوفوا بقى هتعملوا ايه في الايام اللي جايه، علشان انا واحده من الناس ما فيش عندي قابليه ان انا اتحمل. انا واحده مريضه واليوم بيعدي عليا صعب جدا، ومستنيه الحراره تقل عشان اعرف اتنفس، لان انا طول الصيف انا بموت. هتعملوا ده كمان في الشتاء؟ لا كده الموضوع بقى زياده وزياده قوي قوي عن الحد. طلعوا قرار واحد ويطلع القرار اللي انتوا بتقولوه ملتزمين بيه، وما يطلعش كلام في كلام في كلام. الا كل وزير دلوقتي عمال يطلع، وزير التموين يقول كلمتين ولا يصدق فيهم، وزير الكهرباء يقول كلمتين مش حقيقه، وزير ووزير، يعني الوزاره كلها
عماله بتاخد قرارات، بتثبتونا، بتضحكوا علينا. انتوا بتتعاملوا مع شعب اكتر من 100 مليون، يعني عيب انتوا بتتعاملوا مع شعب كبير، ناس واعيه، ناس فاهمه. الناس من كتر ما تعبت بقت بتفهم اكتر من الطبيعي. خلاص انتوا خليتوا الناس كلها بقت بتتكلم. الناس كانت الاول بتسكت، دلوقتي انتوا نطقتوا الحجر. كل حاجه دلوقتي الناس بقت بتتكلم فيها. خلاص تعبوا من كل حاجه. هنتكلم بعد كده في ايه؟ انت الحلول عندكم، احنا كمواطنين قاعدين بنتفرج ومش عارفين نعمل ايه. احنا تعبنا بجد جبنا اخرنا قوي. ارجوكم قولوا لنا قرار واحد تصدقوا فيه، عشان انتوا الحكومه كلها تمن كده ولا قرار بتاخدوه وبتنفذوه، بتضحكوا علينا. بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.